باختصار تحتها خط، خطين، ثلاثة. اتحاد كلبة كيان، اتحاد كلبة صرح، اتحاد كلبة عشق، اتحاد كلبة شيء ما يوصف، شيء ما يجي على بال أي شخص. خلاص كفاية، لا نخلي الداودي يلعب فينا شرق وغرب. حافظوا على اتحاد كلبة، فاتحاد كلبة أمانة. بس أمانة. نتمنى من الجميع التوفيق، وإن اللي مش قادر يحمل هذه الأمانة الأصفر إنه يتنحى عنها. فالفريق احنا اليوم كجمهور بحاجة ان الفريق يرجع الى مكانه الطبيعي، سواء ان كان من الادارة، من الرئيس، من اللاعبين، من الجميع. احنا الان لما نتكلم ما ننتقد شخص معين بعينه، ولكن احنا نتمنى ان الفريق يرجع، لان غيرتنا عن الفريق وحبنا الفريق هي اللي دائما تخلينا نتكلم عن الفريق. فالاصفر دائما نقول امانة. متى بيرجع اتحاد كلبة اللي نعرفه؟ متى بنفرح؟ وضع النادي يعور القلب، حسوا في الجمهور على الأقل. حرام اللي مو بقد المسؤولية خلاص ينسحب، كافي مجاملات. وين عيال النادي؟ نبى نشوف رجال في الملعب، ما نبى ناس تلعب عسب الفلوس وتروح. إذا اللعيبة ما فيهم غيرة على الشعار، متى تبي يكون منو تبي يكون له غيرة على الشعار؟ الجمهور؟ الناس كلها قامت تتكلم عن اتحاد كلبة، بس كفاية نبي نرد الأيام الحلوة. حرام والله حرام. يعني هذا نادي يا أخي يحمل اسم البلاد. يا أخي والله حرقة بالقلوب، حرقة بالقلوب. ما عندي كلام أقوله، لأن تعبنا قاعدين راكب يغلبونا بالستة دوامات، ما عارفين نقابل الناس، ما عارفين نقابل الأوادم. والله العظيم هذه فرقابهم هاي مسؤولية. كلامنا ليس دائما هو عين الصواب، وصمتنا لا يعني الرضا، ولكن بكل واقعية وضع اتحاد كلباء مثل المريض في غرفة العناية المركزة. فهل من طبيب يداوي هذا الجريح؟ أقولها بكل أسف، أصبحنا ندفع ثمن المصالح الشخصية على مصلحة كلباء.